السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده ان شاء الله قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليها افضل الصلاة والسلام. والنهاردة كده جايبه لكم حاجة صراحة هو حل سحري. حل سحري لمشكلة كبيرة بتواجه كل بيت وبتواجه كل ست. وكمان اكتر وقت بتواجهنا فيه المشكلة دي في الصيف. فبإذن الله كده هنشوف النهاردة ان شاء الله ايه الحلقة بتاعتنا النهاردة وايه الموضوع بتاعنا النهاردة اللي انا جاية اكلمكم فيه. ويا ريت تدوسوا لي لايك، واللي معلقش يعلق لي، ويا ريت اشوف منكم تعليقات كويسة على الفيديو. اللي يعجبه الفيديو يقول لي تعليقات كويسة، واللي ما يعجبوش الفيديو يقول لي وجهة نظره. ويلا بينا كده نبدأ على طول ونشوف النهاردة بإذن الله. المشكلة اللي احنا هنعالجها مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. المشكلة دي مشكلة النمل. النمل موجود في كل بيت. النمل ملوش صلة بالنظافة أو الأوساخ أو حاجات متسخة. النمل بالعكس كمان ساعات بيظهر في الأماكن نظيفة جدا جدا. ملوش دعوة بأي حاجة. النمل بيعمل بيات شتوي، فما بيطلعش الشتاء كله، فعشان كده في الصيف بيطلع. حتى لو ما عندكيش اي حاجة وسخة برضو النمل بيطلع. وصراحة كمان لو قلت لكم النمل بيخرج منين مش هتصدقوا. انا على فكرة ساكنة في الدور الاخير، فبينزلي من على السطوح. هوريكم دلوقتي بالصورة ومنظر النمل. انا شايفة سرب النمل جاي، مش هتصدقوا ان هو جاي منين. بيحفر تحت السيراميك وفي الاخرام بتاعت السيراميك، وبيخرج من الاخرام بتاعت السيراميك والله ولا اي حاجة. يعني لو في المطبخ هقول لكم مثلا ممكن تكون مواعين وسخة او حاجة وسخة او بواقي اكل. لو قلت لكم انه بيخرج مثلا من اوضه الاطفال واوضه الانتريه والبلكونه، انا مش عارفه بيجي ازاي النمل ده. فانا جبت لكم النهارده حل سحري باذن الله. هصور لكم صوره دواء. الدواء ده جميل جدا 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 وفعال. تقعدي سنتين ورا بعض ما تشوفيش النمل في بيتك. هتحطيه في بخاخة وهتحطي عليه معلقتين صابون مواعين، وهتزودي مية، وهتبخي كل لما تلاقي نملة هتبخي، وهتخلي البخاخة دي للنمل بس، مش هتشوفي نمل تاني. والطريقة التانية يا حبايبي، دي حاجة اسمها مصل ألماني من عند العطار بنجيبها، من عند بتاع الصابون بنجيبها. المادة دي اللي هي بتتحط تتكسر على مية، وكمان معلقتين صابون بالطريقة دي في أي بخاخة فاضية، وهترشي منها للنمل. البخاخة دي على فكرة فاضية مفيهاش حاجة للنمل، ومش هتشوفي منها، مش هتشوفي النمل تاني نهائي. يلا بينا كده قبل ما نبدأ ونشوف الوصفة. ولا اقول لكم انا هعمل معاكم الوصفة الاول، وبعد كده هوريكم النمل طالع ازاي من عندي وانا هرشه ازاي. ويلا كده مع بعض كده هنشوف. بصوا هي مقفولة صراحة وانا خايفة منها. بصوا على فكرة هي سايلة. احنا هنضيفها هنا بالطريقة دي كده، وكمان هشطف الازازة في المية وهصبها. ودول معلقتين صابون مواعين، اي صابون عندك. نبدأ نضيفهم بالطريقة دي. هزود مية في الكوباية واجيلكم. كده انا غسلت الازازة كويس وشطفتها، يعني شطفت كل اللي جواه وكبيته هنا في البخاخة دي، وحطيت كمان الصابون. هنبدأ كده نقفل البخاخة زي ما انتوا شايفين. بصوا كده لو شايفين معايا النمل، بص سرب النمل بيمشي ازاي. بصوا، بص النمل على الفرش عامل ازاي اهو اهو. بصوا بصوا. النمل انا مش عارفة هو موجود ليه اساسا، زي ما انتوا شايفين كده. واخدين بالكم؟ بصوا حتى على السجادة اهو. بصوا النمل جاي منين. بصوا لو شايفين النمل، ده كل الحاجات دي اسمنت وحاجات انا دهنتها في الحيطه، في جدران الحيطه، من غلب النمل كل يوم والتاني يفتح لي
فاتحه في السيراميك من تحت بالطريقه دي. ده اسمنت اللي انا حطاه على فكره. بصوا انا مش لاقيه صرفه للنمل ده، هنشوف مع بعض هنتخلص منه ازاي. بصوا لو لاحظتوا انا قربت لكم الكاميرا عشان اوريكم بس يعني ده حلو ازاي، جميل جدا ازاي. بصوا خدوا بالكم بقى النمله اللي هيجي عليها، بصوا في ثانيه، واخدين بالكم؟ بصوا كده معايا الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، مش هتلاقي نمله تقوم تاني من مكانها. ده جميل جدا صراحه. بصوا خدوا بالكم بقى النمل هيعمل ايه لما يجي عليه الرش اللي انا بقول لكم عليه ده، وقولوا لي رايكم فيه بصراحه. بصوا بيموت في ثانيه، ما بيقومش تاني اساسا. هتبداي بقى جدران اي مكان بيظهر فيه النمل هترشيه بالطريقه دي، مش هتشوفي نمل تاني اساسا. واخدين بالكم؟ ولا اي نملايه حتى بتتحرك من مكانها. هنبدا بالطريقه دي، هنرش الجدران كلها. وبكده نكون وريناكم وكل حاجه كانت قدام عينيكم. على فكره الرش برضو في اركان المطبخ، لو عندك صرصار صغير ولا اي حاجه هيقضي عليه تماما، رشي على عتبه الشقه. رشي، شوفي اي مكان، اصل النمل ده بيبقى جاي سرب، يعني النمل ده ما بيجيش من مكان وبس، لا ده بيبقى طالع من مكان وكله بيمشي في اتجاه واحد، بيمشي ورا بعض. فلو لقيتي نملة عندك اتبعي الخيط بتاع النمل وشوفي النمل جاي منين، هتوصلي هو فاتح فين بالظبط في السيراميك او في اي حاجة. تاني حاجة خدي بالك من الاطفال، لحسن يعني تكون الحاجة دي سم من الاطفال ولا حاجة، وابنك ولا بنتك لا قدر الله يروح للبخاخة دي. مفروض ان احنا بنبخ منها وبنعينها في مكان بعيد جدا جدا عن الاطفال. وبكده يا جماعه نكون خلصنا حلقه النهارده، يا رب تنال اعجابكم، قولوا لي على تعليقاتكم. وبكده نكون خلصنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.